ده قرنبيط ده ولا كنتاكي؟ انتوا ايه رأيكم؟ بجد تحفة. قرنبيط بقى احلى من كنتاكي 100 مرة، تاكلوه تدعولي. بطريقتي بقى، لا شارب زيت ولا الكلام ده كله، طعمه حلو مقرمش من بره وطري من جوه وطعمه زي الفل. القرنبيطايه بيضة يا جماعة وشكلها تحفة يفتح النفس، شوية خضرة كده من قلبكم يحبها. كنت راجعة من الشغل كده وقلت ما يعني هطبخ إيه النهارده، لقيت القرنبيط اصلا كان مغرق السوق. قلت بقى انا هعمل قرنبيط النهارده، جبتها وقشرتها بالشكل ده. بصوا انتوا بتقطعوا الورق بتاعها من بره وبعدين تخشوا بقى على الراس بتاعتها وتجيبوها لاخرها. شايفين طالما ما سلكتش بتبقى لسه فيه ورقات او وردات ماسكه فيها، بتجيبوها للاخر. قطعوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالراحه على القرنبيط عشان دي وردات زهور صغننه كده ممكن تتهري منكم. فبالراحه خالص عليها وانتوا بتقطعوها، شايفين؟ انا مش مطوله خالص في الطرف بتاعها او في الديل بتاعها عشان بيكون ناشف شويه. الوردات حلوة وصغنونة وحبة خضرة هنقطعهم ونغسلهم ويبقى زي الفل. نجيب بقى حلة كبيرة خالص ونحط، عشان طبعا الأرنبيطة كبيرة فهحط بقى فيها فنجان من اللبن عشان نطلع الحاجات اللي فيها، ومعلقة كبيرة من الكمون علشان الغازات، وشوية ملح كده عشان برضو تطهر الحاجات اللي فيها، ونسقط كل كمية الأرنبيط. بصراحة بقى وانا بحط بقى يعني بغطسها كده، حسيت ان المية قليلة شوية، فرحت جايبة شوية مية سخنة كملت بيهم الحلة وغطيتها. بعد الغليان نسيبها 3 دقايق بالظبط. الدقيقة الرابعة ممكن، لكن أنا لما جيت بقى قبل الدقيقة الرابعة باخد حتة وردية كده لقيتها استوت. طبعا أنا عايزة أبردها بسرعة قبل ما تطرى أكتر من كده. ودخلتها على مية في الحوض كده، جبت طبق كبير وغطست فيها كل كمية القرنبيط بتاعتنا وغيرت لها مية مرتين تلاتة كده علشان توقف التسوية بتاعتها. شايفين؟ دي المرة التانية. بنشيلها كده بأي حاجة كده بالراحة عشان الزهور بتاعتها تكون يعني ما تتهريش مننا من كتر التقليب فيها. زي ما انتم شايفين كده، وصفيتها وكانت زي الفل. هسيبها تهدى شوية وبعدين بقى نروح نعمل الخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا طبعا دول بيضتين صغيرين، لو بيضة كبيرة تبقى بيضة واحدة. شايفين؟ هضربها كده ضربين تلاتة، وكوباية من الدقيق وكوباية من الحليب، ممكن تستبدلوها بمية بس اللبن في القرنبيط يكون حلو قوي. معلقة كبيرة كده من التوم الفريش، ونحط بقى 3 معالق كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البابريكا، او الكاري، ومعلقه فلفل اسود، معلقه ملح، ومعلقه كمون. طبعا ما نكترش في الكمون لان احنا اصلا كده كده حاطينه في الخلطه يعني في الميه. وشويه خضره بقى، كزبره على شبت كده. وطبعا انا عملت كميه صغيره، يعني الخلطه دي كانت خلطه صغيره على الكميه اللي انا عاملاها، فعملت كمان كميه. الكميه اللي انا الخلطه دي للقرنبيطه اللي هي الوسط، اللي هي اكبر من الصغيره بشويه صغيرين، زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هعمل كده بعد ما احطها في طبق، هعمل كمان معاكم كميه من الخلطه تانية. طبعا انا ما صورتهاش بس هي نفس الطريقه، عشان كميه القرنبيط عندي كانت كبيره اكتر من اللي انتوا شايفينها دي. ورجعتها على الطبق وغطيتها، حطيتها في التلاجة شويه عشان تتشمع من تحت لغايه ما اعمل لها الخلطه التانية اللي هحطها على الوش من فوق. طبعا ضروري جدا حتى لما نخلص الخلطه بتاعتنا نغطيها وندخلها التلاجة حوالي نص ساعه ساعه كده. ممكن تعملوها من بالليل مفيش مشكله، المهم تاخد كفر من فوق كده. طبعا انا صبيت عليها الجزء التاني من الخلطه وبقت حلوه زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى طبق واسع شويه كده وانزله فيها عشان اعرف اسويها بقى، اعرف اشيل الوردات كده بالراحه. عشان هي طبعا شربت الخلطه بتاعتنا وطريت شويه. بصوا بقى الزيت بتاعنا يكون سخن زي ما انتم شايفين كده، وانزل فيه الوردات واحده واحده كده بالراحه زي ما انتم شايفين. طبعا لازم يكون زيت غزير، لان هو طبعا هو مش هيشرب زيت ولا حاجه، بس عشان يستوي كله يبقى ايه، كله سوا واحد. طبعا انا نزلت الكميه مناسبه كده، انا هسوي الكميه بتاعتي دي على مرتين ونص، يعني 3 مرات كده. وبحاول اشمعها بالزيت من بره، لان طبعا الزيت عندي هنا مش مالي الطاسه قوي. فبسويها على الوشين، كل شويه بقلب كده من فوق لتحت وبالراحه، طبعا بالمساعده المعلقه اللي في ايدي دي، بقلب فيها وبالراحه. طبعا التسويه بتاعتكم انتوا ممكن تخلوها لونها ذهبي كده فاتح، ممكن ذهبي غامق، ممكن تخلوها محروقه او متحمصه على الاخر زي ما احنا بنعملها دايما. احنا دايما مش عارفه في ليه احنا كده، احنا ناس غريبه بصراحه. بنحب الحاجه محمصه قوي كده يعني، بس طعمها بجد حقيقي بيكون حلو قوي. صراحة القرنبيط دي والخلطة دي تحفة، وهتفضل معاكم كريسبي كده لتاني يوم. طعمها تحفة، وبالذات يعني لو سبتوها بالليل شوية، يعني عملتوها بالنهار وسبتوها بالليل كمان، طعمها بيبقى أحلى وأحلى. أنا بحب أكلها صراحة باردة، حلوة قوي. بصوا هنطلعها بقى من الزيت. شايفين لو لاحظتوا كمية الزيت أول ما دخلت فيها أول خلطة، يعني أول كمية من القرنبيط، ولاحظوا معايا آخر كمية بصراحة، يعني مش زي ما انتم شايفين كده، والله بجد أنا ما زودتش أي كمية زيت تانية خالص، هي دي اللي أنا قليت فيها زي ما انتم شايفين كده. بصوا، وخلصت مرتين بعد المرة الأولانية دي، وكان تحفة كده ومتشمع. وجبت العيش قطعته بالمقص كده، مقص مخصوص للمطبخ،
وتحفة يا جماعة، ده كنتاكي مش قرنبيط، حاجة كده تفتح النفس وتحفة. بصوا بقى هفتح لكم واحدة. شفتوا مستوي من جوه كده ومن بره كريسبي تحفة. كان نفسي اسمعوا الصوت بس كان في اصوات جنبي ممكن يعني تبوظ لنا الدنيا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وكنت معاكم على طهيمي.